انواع استثمار ناس كتير ما تعرفش عنها، بنصحك تشتريها وهقول لك ازاي تستثمر فيها. اول حاجه الاستثمار في الاحجار الكريمه، يعني تشتري احجار كريمه زي الياقوت والزمرد والالماظ الوردي واللؤلؤ، وفي اماكن متخصصه لبيعها زي مركز الاحجار الكريمه، وممكن كمان تستوردها بنفسك من مصممين مشهورين، بشرط يكون معاها شهادات توثيق، خصوصا لو الاحجار دي نادره. مش كتير بنلاقي احجار كريمه نادره، وبيحتاج الاستثمار فيها لصبر طويل، لان تغييرها باستمرار مش هيحقق ارباح. كل ما الحجر يقدم كل ما تكون قيمته اكبر. يعني الاستثمار في الاحجار الكريمه ملهوش مخاطر خالص؟ لا، فيه زيه زي اي استثمار، وهي ان في ناس بتقلد احجار كريمه، فممكن تتخدع وتشتري حاجات مش اصليه، واسعار الاحجار ممكن تقل او تزيد على حسب الظروف الاقتصاديه والموضه. تاني استثمار هو الاستثمار في السيارات القديمه، الفينتج كارز. كل ما تستثمر فلوسك في عربيه نادره وتكون انتاج قديم وحالتها كويسه، كل ما تكسب اكتر. في كمان العربيات اللي يكون ليها تاريخ او تخص شخص مشهور، دي بتكون اغلى، زي عربيه الفنان رشدي أباظة اللي اتباعت من 4 سنين ب 160 ألف جنيه، مع انها كانت موديل 1964. ممكن تبدا تدور في العربيات بتاعه الفنانين او حتى كمان عربيات قديمه بس حالتها كويسه، ودي ممكن تلاقيها عند تجار السيارات الكلاسيك، او في جروبات على السوشيال ميديا بيكون فيها المهتمين بالعربيات دي. الاستثمار في العربيات الكلاسيكيه بياخد منك فلوس كتير في الصيانه والترميم، وكمان بيحتاج مكان خاص لحفظ العربيه فيه، بس مربح جدا لو انت مهتم بالعربيات الكلاسيك وتعرف تقدر قيمتها وحالتها. نيجي بقى لثالث نوع، العملات القديمه، وده استثمار ذكي جدا، وكل ما العمله تقدم كل ما سعرها يغلى. ده غير انها سهله في النقل والتخزين، بس بتحتاج عنايه خاصه شويه. يعني لو معاك عمله زي الشيلين والبريزه الورق اللي عليها شعار الدوله المصريه، ويكون صدورهم في اخر سنه في عصر الملك فاروق، فدول سعرهم وصل ل 40 ألف جنيه على حسب حالتهم. تقدر تبتدي تجمع العملات دي من معارفك او صحابك، غير ان في مواقع على الانترنت متخصصه في بيع والشراء ليهم، وطبعا الجروبات على السوشيال ميديا. واخر حاجه الاستثمار في اللوحات الفنيه، ودي عالم تاني خالص ليه جمهوره من كل دول العالم، وممكن لوحه واحده تعمل ملايين من الدولارات. وممكن تستثمر في لوحات لفنانين جوه مصر وبره مصر، بس انك تستثمر في لوحه لازم تكون عارف ان البيع مش سهل بس مربح جدا. حدد ميزانيتك للاستثمار لتسهيل البحث، وضروري تكون بتزور المعارض الفنيه ومتابع تطوراتها واجدد الاعمال وايه الاتجاهات الجديده. وعلشان تبدا تستثمر صح، في مواقع فنيه بتسمح لك باستخدام محركات البحث المتخصصه في الفن، وتقدر تشتري من المزادات كمان. وحابب افكرك ان كل انواع الاستثمار دي بتحتاج لمجهود ووقت وصبر وطبعا خبره، بس دي بتيجي مع الوقت. ولازم تكون عندك معرفة كويسة بالسوق، واكيد فيها مخاطرة زي التزوير وكمان صعوبة البيع بسرعة. اهم حاجة لازم تكون محدد انت مهتم في الاستثمار في ايه بالظبط.